الجزائر تتهم المغرب من جديد. قبل حلول عيد الأضحى وجهت الأجهزة الأمنية بالجزائر تهمة جديدة للمغرب، حيث زعمت فيه أن هذا الأخير يحاول إغراق الجزائر بأوراق نقدية مزورة. وكشفت الشرطة الجزائرية في براغيلها أنها أحبطت ما قالت عنه مخططا تم تدبيره انطلاقا من المغرب. وزاد ذات البلاغ بالقول في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني حول أفراد إجرامي طرح أوراق نقدية مزورة للتداول بالسوق عشية حلول عيد الأضحى، قبل أن يضيف أن التحقيق مع المشتبه فيها الرئيسية أفضى إلى كشف تفاصيل المخطط الممنهج من قبل هذه الشبكة المنظمة المتكونة من 4 أشخاص يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب. ويجد النظام الجزائري دائما ضلته في هكذا اتهامات تجاه المغرب، وعلى رأس هذه الاتهامات الموعظة الأسبوعية، والذي تنشره وزارة الدفاع الجزائرية، تدعي فيها أن المغرب وراء إغراق الجزائر بالمخدرات. ولعل أغرب التهم التي وجهها النظام الجزائري مؤخرا للمملكة المغربية أن هذه الأخيرة تقف وراء حرائق الغابات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية، إلى جانب اتهامات بالتشويش على أحداث رياضية من قبيل شان الجزائر.